ليه 90% من الناس بتفشل في المقابلات الوظيفية؟ المشكلة مش في الأسئلة، المشكلة في طريقة تفكيرك وانت داخل الانترفيو. عايز تعرف السبب الحقيقي؟ استنى شوية هقولك. كتير من الناس بيدخلوا الانترفيو وهم متخيلين انهم بيتعرضوا لاختبار، وان الهدف الوحيد هو ان الشركة تشوف اخطائك وتقرر ترفضك، بس الحقيقة مش كده. الانترفيو مش اختبار، الانترفيو صفقة. تعال افهمك ازاي. لما تدخل الانترفيو المدير مش عايز يعرف انت حافظ اجابات نموذجية للأسئلة المشهورة زي شايف نفسك فين كمان 5 سنين او ليه سبت شغلك القديم. المدير عايز يشوف انت ازاي هتحل مشاكل الشركه، وازاي وجودك هيكون اضافه للفريق. طيب ليه بتفشل؟ تدخل مركز على نفسك، بتكلم عن ان انت عايز ايه بدل ما توضح ازاي تقدر تساعد الشركه. بتجاوب اجابات عامه، لما يقول لك احكي عن نجاحك بتكلم بشكل سطحي بدل ما تدي امثله حقيقيه عن شغلك القديم. ومش بتعرف تسال، لما يقول لك عندك اي اسئله بتقول لا شكرا بدل ما تسال عن التحديات اللي هتواجهك في الوظيفه. طب والحل؟ فكر في الانترفيو كحوار ما بينك وما بين الشركه مش استجواب، وحضر قصص حقيقيه من شغلك القديم تثبت ان انت الشخص المناسب. واسال اسئله ذكيه زي ايه اهم التحديات اللي الشركه بتواجهها في الوظيفه دي، او ازاي بتقيموا الاداء هنا. وانا دلوقتي هسيبك تفكر، لو دخلت الانترفيو الجاي هتكون جاهز تقدم نفسك كشخص بيحل المشاكل، ولا هتقع في نفس الفخ القديم؟